ما عنديش فكرة بصراحة صحتها عاملة ايه بعد العملية، بس ممكن احاول اعرف. احنا في كل الأحوال محتاجين نعرف تفاصيل العملية دي، لأنها نقطة مهمة جدا هنستند عليها في الدفوع اللي هنقدمها للقاضي. هنشكك في قدرتها على الرعاية، ده بالإضافة لسنها الكبير. طيب شوفي انت هتقدري تعرفي ايه، وانا هتصرف واشوف طريقه اجمع بيها بقيه المعلومات. لا ما تتعبش نفسك خالص. أنا كل اللي محتاجه من حضرتك اسم المستشفى والميعاد التقريبي للعملية، والباقي أنا هتصرف فيه. يعني لو القاضي شايف ان عبلة ما تنفعش هيكون ايه الوضع ساعتها؟ ساعتها هنختصم بالتوالي. لا مش فاهمينها دي. يعني هنختصم بأخت حضرتك ضد جدة البنت، لأن هيبقى الدور عليها في الحضانة. هي أخت حضرتك اسمها إيه؟ نهى. هنطلب من القاضي إن هو يناظر الآنسة نهى ضد والدته الست عبلة. وده هيخلي موقفنا اقوى. طبعا. هو القاضي في النهاية اللي يهمه مصلحة البنت، يعني هيشوف مين الأصلح واللي ظروفه أفضل عشان يقدم للبنت التربية والرعاية. وفي وضعنا ده فرصة نهى أفضل بكتير جدا من ست كبيرة في السن ووضعها الصحي مش أفضل حاجة. احنا حظنا كويس إن حضرتك عندك أخت مش متجوزة، يعني مفيش راجل غريب عن البنت. ده تقريبا الوضع الأمثل. بس هو لحد دلوقتي، يعني هي حاليا مش متجوزة، لكن نهى مخطوبة وهتتجوز يمكن خلال شهرين ولا حاجة. هي هتفرق يا استاذ علي؟ للأسف. ما هو ده نفس سبب سقوط الحضانة عن مدام بسمة نفسها. البنت ما ينفعش تعيش مع راجل غريب عنها، ده في حكم القانون اسمه شخص أجنبي، وده شرط أساسي. وايه الحل؟ مفيش حل للأسف يا أستاذ معتصم. الجواز بيسقط الحضانة. يعني لو افترضنا إن ربنا كرمنا في الجلسة وقدرنا ناخد الحضانة لصالح الآنسة نهى، بمجرد جوازها هتسقط عنها الحضانة. ناخدها دلوقتي يا استاذ علي، واللي يحصل بعد كده يبقى يحصل. كل اللي يهمني حالا ان نحل الموضوع ده دلوقتي. هنحط دي الاول هنا. وبعد ايوه وبعدين طب ما هو وقعت هنحطها اهو. هاتي بقى دي نحطها هنا اهي، بقت كويس. طب تعالي بقى نحط دي هنا. هعمل دي كده. الله، انت هتاكل الفراوله كلها لوحدك اهو. ايه رايك؟ بابا، أنا عايزة أتكلم مع حضرتك في موضوع. اتفضلي. فاكر حضرتك زمان قبل ما أشتغل في المطبعة أنا كنت عايزة أفتح حضانة؟ فاكر؟ طبعا فاكر، بس الكلام ده كان زمان، يعني قبل ما يبقى عندك بيت واسره واولاد، وهو ربنا كرمك ورضاكي. وهي نودي كبرت يا جد وهي كمان عايزة تروح الحضانة. طبعا. صح، هنروح الحضانة قريب؟ ان شاء الله. وأنا زهقت قوي يا بابا من قعدة البيت وعايزة أرجع أشتغل. ويعني انت اللي فكرت في الموضوع انك ترجعيه تاني ده لوحدك كده؟ حضرتك تقصد إيه؟ لا يعني وحضريه لوحدك ولا حد هيساعدك؟ حضرتك تقصد عمر يعني؟ لا، هو المشروع هيبقى مشروعي، بس مفيش مشكلة إن جوزي يشاركني في الإدارة. مش أحسن ما هو شغال عند جوز أختي في المطبعة بتاعته؟ عايز يبقى مدير وصاحب مشروع. هو أنت يا بابا عمرك ما هتصفى لعمر أبدا؟ أنا مش عارفة نعمل إيه تاني بصراحة. ممكن حضرتك ما تتعاملش معاه على إنه جوزي، لو دي حاجة بتضايقك وبتفكرك بأيام أنت مش عايز تفتكرها. اتعامل معاه على إنه أبو نادين اللي روحك فيها. ويا بنتي، غلاوة نادين دي مش حتة من غلاوتك. بس يا بنتي، اللي في القلب والضمير اعمل ايه بقى فيه؟ عموما انا هزود مصروفك انت واختك من المطبعة، بس بلاش حكاية مشروع الحضانة ده دلوقتي. زي ما تحب. خلاص بقى، افردي وشك. هفكر في المشروع يا ستي، افردي وشك بقى.
بس انا حطيت اكتر منك. انا حطيت اكتر منك. شوف انا حطيت كام واحده. ايه ده؟ الله 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 الله، وقع تاني. طب اعمل ايه؟ انا عامله زي اللي بتاجل الاجل وهي عارفه انه هيحصل هيحصل. كده عمري ما هرتاح. هو ده يرضيني يعني؟ انا نزلت من عند المحامي وتصرفت خلاص. تصرفت ازاي؟ طمني. راجل تقيل في المنطقة عندهم وكلمته مسموعة. هيقعد يتكلم معاه ويخلص معاه الموضوع تقريبا كده. يعني مش هنسمع عنه ولا نشوفه غير في الرؤية. هيعمل ايه بقى الراجل التقيل ده؟ ده معرفش، انا ما سألتش ومش هسأل. انا اللي يهمني النتيجة. ده كلام يقلق يا معتصم اكتر ما يطمن. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، الناس دي عندها طريقة كده من غير ما يورطونا في اي حاجة غلط. انا مش مرتاحه للحل ده، يمكن عشان ما اعرفش الراجل ده ممكن يعمل ايه. والله هو ما سابلناش سكة لأي نوع تاني من الحلول غير ده. انا اصلا كنت بفكر اقعد عليه فلوس، بس معرفش نعملها ازاي يعني. ما اظنش ان مسعد ممكن يقبل فلوس قدام حضانه بنته. ما اظنش. لا لا يا حبيبتي، يقبل عادي يقبل. لو سمع الرقم اللي انا عارضه عليه هيقبل، ولو رفض هيرفض بس عشان الفلوس دي جايه مني. طب مثلا نخلي بابا هو اللي يقابله ويعرض عليه. وهو هيقول له يعني انه جاب الفلوس منين؟ ما هو هيعرف برضه. طب والعمل؟ استنى نشوف الحاج طحانه هيعمل معاه ايه، يمكن يجيب اخر الموضوع. ماما، هو انتي دفعتي الفلوس خلاص صح؟ لا لسه يا شاذة. هقول لباباكي دلوقتي. فلوس ايه؟ شاذة طالعة مع صحابها معسكر بعد الدراسة، رايحين راس سدر. طالعه ازاي يعني؟ طالعة كده. هو ايه اللي طالعة ازاي؟ ايوه يعني طالعه لوحدها من غير ما حد يقول لي مثلا؟ ما احنا بنقول لك اهو. هو انت كده بتقولي لي؟ انت بتقولي لي هات فلوس، فاهمه الفرق؟ طيب ماشي يا عمر، شاذة عايزة تطلع معسكر مع صاحباتها بعد الامتحانات. هو في ايه يا بنتي؟ انت بتاخديني على قد عقلي ولا ايه؟ هو انت عايز تتخانق؟ المعسكر ده قد ايه؟ 10 ايام. وطالعه لوحدها؟ ما انا بقول لك طالعة مع صاحباتها، فبعد اذنك حولي 10,000 على الانستا باي. لا مفيش 10,000 يتحولوا، لان انا اصلا مش موافق. يعني ايه يعني مش موافق؟ انا خلاص اتفقت مع كل اصحابي. بسيطه يا حبيبتي، قولي لهم بابا بيقول ما ينفعش بنت تبات لوحدها في معسكر مع ناس غريبه 10 ايام بره البيت. هي فين الناس الغريبة؟ المعسكر كله بنات، وانا عارفاهم كويس وعارفة معظم اهاليهم. دينا انا قلت لا يعني لا. هو ايه ده بجد؟ انا مش فاهمه. انا خلاص خدت الموافقه من ماما. ما ينفعش انت تطلع لي كده مره واحده وتقولي لا. ده ايه القرف ده؟ انت بتعيش هتقلب بجد. هو انت الكام ساعة اللي هتيجي تقعد معانا فيهم هتعمل فيها اب وتعكنن على الولاد؟ هعمل فيها اب؟ طبيعي اذا كنت انت بتكلميني كده. استنى ايه من البنت اللي عندها 15 سنه؟ انت شايفه اسلوبك وطريقتك بقوا عاملين ازاي؟ والله. طب بص يا عمر، لو انت عايز تقول ان المشكلة في اسلوبي وده هيحسسك كويس وهيريح لك ضميرك فاوكي، المشكلة عندي. امال المشكله فين يا دينا؟ عندنا؟ لا هو مفيش مشكلة اصلا. اقول لك على حاجة، عايز تحول الفلوس حولها، مش عايز قول لي وانا هتصرف. اتصرفي يعني ايه؟ فهميني. تجيبيهم منين يعني؟ انا بقول لك يا عمر، لو مش عايز تحول الفلوس يبقى مالكش دعوة خلاص. هو انت فاهمه ان المشكله مشكله فلوس؟ صدقني اصلا ماليش دعوه، وبجد ماليش دعوه خالص بقى. دي اصلا بقت عيشه تقرف. ايه القرف اللي احنا بقينا عايشين فيه ده؟ يعني احنا لو فكرنا بحسبة العقل في الموضوع ده هنلاقي ان بسمة عندها حق، لان انت بالنسبة للواد ده خصم، فلو في احتمالية انه يقبل عرض الفلوس النسبة دي هتقل جدا، وممكن تبقى صفر كمان في حالة ان انت اللي تقدم العرض ده.
طب ما هو كده برضه هيبقى عارف في الاخر انها جايه من عندي. انت صح طبعا، بس انا بقول ان في فرصه، وان احنا محتاجين نكبر احتمالات نجاح الفرصه دي على قد ما نقدر. في الحاله دي بقى لا انت تنفع ولا حد من اهل مراتك ينفع، وطبعا انا معاك ان بسمة ما تقابلوش، لكن انا ممكن اقابله. انت بتقول يا حاج ايه الكلام ده؟ انا مستحيل اقبل انك تقعد مع الواد ده، افرض قل ادبه ولا تجاوز. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ ايه انت نسيت ان ابوك وحش ولا ايه؟ لا يا معتصم، لا يا حبيب ما تخافش، انا ليا طريقتي، يعني اعرف ازاي اعرض الفلوس عليه واحس اذا كان عنده استعداد يقبلها ولا لا، ولما يقبلها كمان احسسه انه قاعد وكرامته متصانه. لا ده انا هخليه كمان يحس ان هو يا عيني عامل لنا جميله، وان احنا هنشيل الجميله دي فوق دماغنا طول العمر. التعامل مع الناس يا معتصم حرفه، الحاجه الوحيده اللي انت ما عرفتش تعلمها مني. طب سيبني طب يا حاج ادورها في دماغي كده وبعدين نبقى نتكلم تاني اخر اليوم. لا تاني ولا تالت، الموضوع خلاص خلص. اتفضل قوم على مكتبك وسيب لي الموضوع، اتفضل. ماشي يا حاج، وانا اقدر اتكلم ولا افتح بقي؟ السلام عليكم. عليكم السلام، بشرب قهوتك هناك بقى. حاضر. مسعد، مسعد، حما بسمة بره. ما بسمة مين، المسيري؟ هو. اتفضل يا حاج، اتفضل بيتك. يا ساتر، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا حاج؟ اهلا يا مسعد يا ابني. معلش يا ابني اذا كنت جيت لك كده من غير ميعاد، انا بعتذر. ازاي يا حاج، اتفضل بيتك. ازيك يا حاج عبله؟ اهلا وسهلا يا بيه، ازيك يا بيه؟ على الله ما نكونش ضايقناكي. لا ازاي الشاي يا الشاي؟ لا شاي ايه يا ابني، لا ما تتعبهاش، انا عايز الحاجه معانا واحنا بنتكلم كلمتين كده. اتفضلوا. اتفضل يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي. ايه يا مسعد بتعمل ايه دلوقتي؟ لا مؤاخذة يعني يا حاج، يعني ايه يعني؟ يعني يا ابني بتشتغل ايه دلوقتي بعد ما خرجت؟ يعني بتشتغل ايه دلوقتي؟ يعني هو سيادتك جاي تشرفنا وعلى راسنا طبعا وكل حاجة، عشان تسألني يعني انا بشتغل ايه من ساعة ما خرجت من السجن؟ مش يمكن يا ابني احوالك تكون تهمني اكتر ما انت متخيل. احنا هنفتح ورشة جلود صغيرة كده انا واخويا، يعني هي صنعة ابويا الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. انا بحترم جدا يا مسعد الراجل اللي يفكر يعمل مشروع من الصفر، خصوصا اذا كان المشروع ده فيه مهنة وصنعة. انا بحترم ده جدا، لان المشروع ده بالتأكيد هيفتح بيوت ناس وصنايعية ويبقى فيه انتاج. والله يا حاج عبلة انا لما بيبقى عندي اوردر في المطبعة بتاعتي والعمال بييجوا ينزلوا الكراتين، انا بنزل بنفسي واستنى علشان اشوف الكراتين وهي بتتحمل على العربية. ما هو اسم الله عليه مسعد بردك عايز يفتح الورشة ويكمل صنعة ابوك زي ما قال سعادتك، عشان يعمل حاجة لنفسه ولبنته زيك كده لما عملت لعيالك. الله ينور عليك يا حاجة، قصرت عليا المسافات. والنبي يا عم الحاج، اصل عدم المؤاخذة يعني مفيش احسن من تقصير المسافات. انا جاي مسعد علشان اساعد في اللي قالت عليه الحاجة ده. يعني بدل ما تبقى ورشة صغيرة ممكن يبقى مصنع صغير، علشان دايما اللي بيبدأ كبير بيكبر، فهتكبر لنفسك والبنتنا والبنتكم ريم. والمبلغ اللي هيحتاجه المصنع ده انا هدفعه ومش هتأخر. ده طبعا قصاد ان انا ما افتحش موضوع حضانة ريم ده تاني، صح؟ ما تحسبهاش كده يا مسعد، انت علشان المشروع ده دلوقتي هتبقى محتاج كل وقتك وحياتك كلها هتبقى مشغولة عشان المشروع يكبر وينجح، لان لا الخناقات ولا القضايا هيساعدوك انك تكبر المشروع، ولا هيساعدوك كمان في علاقتك ببنتك.
انا دلوقتي ما بقاش ليا غير ريم، وبعد ما بعدت عنها السنين دي كلها انا دلوقتي بخلق لنفسي فرصه ان اشتغل وابني نفسي بنفسي وهي معايا. انا مش عايز ابقى انا في مكان وهي في مكان تاني وابقى بالنسبه لها راجل غريب بتشوفه ساعتين في الاسبوع. عندك حق يا ابني، انا برضه في النهايه اب، وعلاقتك ببنتك ما ينفعش انها تبقى ساعتين زي ما انت بتقول كده. بس يا ابني علشان علاقتك ببنتك تبقى كويسه لازم انت تكبر، لازم بنتك تشوف ان ابوها راجل مقتدر عنده صنعه، وانه يقدر يحقق لها كل اللي كان نفسها فيه. لا، انا وبنتي بقى هنبقى نحلها بعدين مع بعض، بس انا ساعتها مش هحتاج مساعده من اي حد. انا فاهم طبعا ان الموضوع فيه شويه حساسيه، بس لما هتبقى في سن يا ابني هتقول ياه دي الحاجات دي كانت صغيره قوي، والموضوع ما كانش مستاهل كل الخناقات دي، ويا ريت ما كان كويس وكان هيبقى فيه مكسب. وعشان ما نقولش يا ريت لازم يا ابني نفكر كويس قوي قبل ما نقبل او نرفض. انا عموما هعتبر نفسي ما سمعتش الرد منك. شاور نفسك وشاور ست والدتك، ولما توصل لقرار ابقى كلمني يا ابني. شاكرين يا حاجة، اسفين. بالتوفيق يا ابني. نورت يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا حاج، اتفضل. نورت. انت دلوقتي اكتر وقت محتاج فيه الفلوس. الشراكة بهدلة وتقطيع هدوم حتى مع اخوك، والفرصة جاية لك لحد باب بيتك. انا عارف انها فرصه يا عم، انا مش هقبل، بس انا بعمل الورشه دي ليه؟ عشان ريم. مش هقدر اتنازل عنها عشان ابدا كبير زي ما بيقول. وهي البت هتطير؟ ما هي عايشة مع امها احسن عيشة، وانت هتقدر تشوفها وقت ما يعجبك. ما الراجل قالك خد الفلوس وسد ما وراك وابتدي بنفس هادي. انا ليا صرفه في موضوع الفلوس ده، متقلقيش. ولو الفلوس دي ياما هي اخر فلوس في الدنيا انا مش هقدر اخدها برضه. انت عايزين افضل مديون للي اسمه معتصم ده؟ اللي بيقولوا عليه ده لو حصل معتصم ده هيفضل طول عمره يقول لبنتي انه ليه فضل عليا. انت عايزاه يبقى ليه فضل عليا يا اما؟ يا باشا، موجود. لا ده هيجي كمان ساعتين. تحت امرك كده، تمام يعني. تحت امرك يا باشا، تؤمر بأي حاجه تانية؟ ماشي. تعالى يا عماد، بص 2 كيس مكرونه، 6 زبادي كبيره، علبه صلصه، 54 شقه 3. تمام يا ريس. يلا في السريع، توكل على الله. ينفع كده؟ 4 ساعات داخل عليا. معلش والله اتعطلت في كام حاجه والله. حقك على راسي. معلش. سيد، ايوه يا ريس. هات شوي وتعالى يلا نزلوا العربيه. حاضر يا ريس، يلا شوي. خد يا معلم، امسك دول. كام دول عمنا؟ 15. ما تجيب 2 كمان عمنا. لا يا حلو، فوت عليا كمان 3 ايام خد زيهم، مفيش غير دول دلوقتي. مظبوط يا اخويا. تمام يا عمنا. سلامة. سلام يا عمنا. مش تاخر تاني. يلا يا رجاله. شايل يا ابني، يلا شوي. السلام عليكم يا ابو علاء يا غالي. ازيك يا ابو الصحابه يا حبيبي؟ الحمد لله بخير. هي البضاعه وصلت النهارده؟ مش فاهم قصدك ايه؟ لا انا بطمن بس. عايزك تروح المخزن كده وتطمن ان بضاعتك وصلت، وهتلاقي معاها كرتونه
كرتونه عليها علامه زي العلامه اللي كنت بتسيبها لي زمان. فاكر يا كارم؟ بص كده على الكرتونه وابقى بلغني. سلام. الو. احنا بنلعب مع بعض يا مسعد؟ وماله؟ ما احنا بقالنا شهر وزياده قاعدين نلعب وبنقول في كلام ملوش عازه. قلت اوريكم بقى ان انا ممكن احط اي حاجه في المخزن عندكم. المره دي يا كريم انا حطيت شويه زباله. المره الجايه انا ممكن احط حاجه تستاهل، حاجه توديك انت وصبري في المكان اللي انا كنت فيه انا ومجدي. فضلنا احنا جوه وانتوا بره قاعدين تكبروا في المحل. وده يرضيك يا مسعد؟ ضميرك هيبقى مرتاح وانت بتاخد فلوسنا غصب عننا؟ فلوسنا وفلوس عيالنا اللي احنا شايلين بيها. زمان انت ومجدي خدتوا زينا بالظبط. اثبت العدل. كان لازم نقسم الباقي كله يا كريم. الاسم مش قسمة فلوس بس. تشاور مع شريكك وبقى بلغني ردك هناك. سلام. تعالى يا ابني روق الترابيزه دي وشيل البواقي. صحصح كده من نفسك، مش لازم اقول لك. ده مطعم منعم؟ ايوه يا باشا عمر، اتفضل. منيو بسرعه ياض، اتفضل. انت منعم؟ يلا يا باشا. انت ولا مش انت؟ لا ابلع ريقك كده يا باشا، في ايه؟ انا منعم مؤمن. معلم الطحان عايزك انت واخوك الساعه 8 تكونوا حاضرين قدام المعلم في معرض العربيات. عارفه؟ يا باشا عارفه، حد يتوه عنه؟ سلام. ما تاخذنيش يعني، ما تعرفش كده المعلم عاوزنا في ايه؟ انا مرسله وبس. سلام. سلام. بقول لك ياما، هو مسعد فين؟ ما هو نايم قدامك اهو يا ولد. مسعد لا قوم فوق لي، قوم. يا ابني في ايه يا قوم بس. الله. انت عملت حاجه مع كريم وصبري وما قلتليش عليها؟ كنت عملت ايه يعني؟ ايه اللي حصل بس؟ بتنكس فيه. عارف الطحان بتاع العربيات؟ عارفه طبعا. بعد عايز يشوفني انا وانت وشكلها كده مش خير. شوفنا ليه وعايز ايه يعني؟ طب انت عملت اي حاجه ليها دعوه بالراجل ده من بعيد او من قريب؟ يا ابني ما اعرفوش ولا من بعيد ولا من قريب. الله. طب وبعدين؟ ما نروحش. هو مين ده اللي ما نروحش؟ انت اتجننت؟ 7:30 بالدقيقه اعدي عليك الاقيك جاهز وما تعرفش امك. ما نروحش ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. احنا عندنا ميعاد مع الحاج طحان. انا مسعد وده اخويا منعم. الحاج فوق، اتفضل. شكرا. السلام عليكم. حاج ده. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اتفضلوا. مساء الفل يا حاج. مساء النور. يا سيد هات 2 شاي للرجاله اللي طلعوا دول. اشكر يا حاج. اهلا. الحقيقه معتصم بيه لجأ لي علشان احل سوء التفاهم اللي بينكم ده
وانا الحقيقه وعدته ان انا هخلص الموضوع بالطريقه اللي ترضيه وكمان ما تجيش عليكم. انا ما فيش بيني وبين الاستاذ اي حاجه يا حاج. انا رافع قضيه عشان حضانه بنتي، ودي حاجه بيني وبين الست اللي انا كنت متجوزها وممشيينها دغري وبالقانون. والله بقى المحكمه حكمت لي البنت هاخدها، ما حكمتليش البنت هتفضل مع امها. وإذا قلنا ان الود في الحالات دي بيبقى احسن يا اخ مسعد. البنت صغيره ومحتاجه لامها. اهي كام سنه وهتشد حيلها وتكبر، بعد كده تبقى عند والدتها بقى عندك براحتها هي. ولا ايه يا اخ منى؟ طبعا يا حاج عندك حق، مفيش احسن من الود. الله ينور عليك. عايزين بقى نقفل القضايا دي ونسمع فيها خبر حلو. وانا هبقى الضامن لمعتصم بيه وليك ان الدنيا تبقى ماشيه بالود والانسانيه لحد ما البت تكبر وتشد حيلها، ولا ضرر ولا ضرار. لا البت تتاذي بسبب بعدها عن امها، وانت وقت ما تبقى عايز تشوفها تشوفها. ولا ايه يا معتصم بيه؟ اللي انت هتقوله يا حاج انا موافق عليه. والله يا حاج كلامك على راسي، بس مفيش اي اذى ان البنت تبقى مع ابوها. لو عايز تبقى ضامن ان امها تشوفها وقت ما تعوز تشوفها، انا رقبتي مش هتاخر. البنت عندها 7 سنين. 7 سنين في السن ده محتاجه مامتها جنبها، وهي مش ناقصها حاجه الحمد لله. عندها احسن مدرسه، احسن مكان ممكن تعيش فيه، عايز ايه تاني؟ وزي ما انت قلت يا حاج، احنا هنوسع دايره الرؤيه وزي ما نتفق هيحصل، وانا الضامن ان كل اللي هنقوله هنعمله. ابلع ريقك بس يا محترم. ريم دي بنتنا واحنا غرب. انا من المؤاخذه يا حاج، ولو على الستات ما تقلقش يا اخويا، البيت عندنا مليان ستات هيشيلوها في عينيهم. والله يا حاج القانون بيقول ان البنت تعيش مع ابوها. احسن مكان بقى اوحش مكان دي حاجه ما تخصش حد، وانا على جثتي ولو انطبقت السما على الارض بنتي مش هتعيش في بيت راجل غريب. اسمع بقى يا ابني، انت باين عليك دماغك ناشفه. انت قاعد هنا وقدامك فرصه ذهبيه انك تكسب ودي. اذا ما كانش يفرق معاك انك تكسب ودي وتستفيد منه، على الاقل انت في غنى عن عداوتي. ربنا ما يوريك. انا مستني مكالمه من معتصم بيه يقول لي فيها ان القضيه اتقفلت. غير كده انا بقى هحل الموضوع بطريقه تانية، وانا طرقي كتيره. اتفضلوا مع السلامه. ليه كده بس؟ ما الكلام اخده وعطا حاج. لا وعلى ايه؟ يلا بينا يا منعم، احنا نطلع على الاسم بقى ونعمل محضر عدم تعارض. يا حصلت؟ طب اتفضلوا اطلعوا بره. يلا من هنا، انا اللي غلطان اللي قعدت معاكم. الف سلامه. ايه الاشكال دي؟ اف. أنا مش مضحي بفلوسي يا عم صبري ولا مستغني عنها. لو ما كانش الموضوع دوت يقلق ما كنتش قعدت يوم ورا التاني أناهد فيك. بس مش ده مسعد اللي أنا أعرفه. مش ده مسعد اللي نشف ريقي عشان يطلع شريطين من المصنع. وأنا مالي وماله يا عم كارم، ده صاحبك أنت. وبعدين موال المصنع ده كان بيني وبينك وقصة واتقفلت. ما اتقفلت علشان هم شالوا عننا القضية. وساعتها برضه مسعد ما كانش صاحبك ها؟ الاتنين دلوقتي طالعين من السجن خسرانين كل حاجة. الشوشرة ما فيش أسهل منها. وبعدين ده شغلنا اللي تعبنا فيه مش هيسلم الشوشرة، ولا عيالنا اللي على وش الجواز هيستحملوها. ويا ريت تقف على قد الشوشرة. اللي عملوه ده يقول إن هم ممكن يعملوا أي حاجة تضرنا بجد. طيب لو سمعت كلامك احنا وتطينا وهو عارف ان احنا خايفين منه، طب ما احنا كده مش هنخلص. كل ما يحتاج فلوس هيجي يمد ايده ويقول عايز. عندك حق. احنا نشوف لنا حل ما يعورناش وفي نفس الوقت راضيه ويبعدوا عن سكتنا. ماشي. انزل لك سلطات يا غالي؟ ايوه سلطه خضراء وطحينه بعد اذنك. نزل يا احمد سلطه خضراء وطحينه هنا. يعني ينفع كده يا عمنا؟ ده اتفقنا كل دي نواقص؟ لا انا قايل لك بلغني بالنواقص اول باول، انت كده بتلبسني. والله العظيم يا رب. يلا يا ابني لم لي كل الكراسي والترابيزات دي وحملوها لي في العربيه.
المطعم ده مخالف. مخالف ايه يا عم انت؟ ما الناس كلها فرشه في الشارع. بس يا ده وليد بس يا باشا، هو ايه اللي مخالف؟ دول ترابيزتين يا باشا، وبعدين احنا من المؤاخذه ده بيتنا اصلا. المطعم كله مخالف وراك ومش مظبوط. يلا يا جماعه بره. يلا انا قلت كل الناس تطلع بره عشان هنقفل. تقفل ايه يا عم الناس اللي ايه يا ابني ده؟ ايه يا وليد بس يا ابني انت اهو. معلش يا باشا، هاتوا لي اللي عامل فتوه ده. ابن اختي يا باشا، ابن اختي وغلط يا باشا. خلاص صغير كبير اتعدى على موظف رسمي اثناء تأدية عمل. يا باشا الله يرضى عليك يا باشا، مش هيبقى موت وخراب ديار، مش هيبقى المطعم والوالد. نيابه بقى تشوف هيعملوا معايا ايه. انا اتابع مع مين يعني؟ اروح فين عشان احل المشكله دي؟ وبقى تعالى لنا الحي. يا وليد ما تخافش يا وليد، جايين وراك. بقول لك ايه، شوف اوامر المعلم الطحان وتتنفذ كلها، تمام؟ شوف يا حاج، انا سامع عنك كل خير وعارف انك راجل طيب وبتفهم في الاصول، بس لا انا ولا ابني لينا ذنب في اللي بيحصل ده. ومسعد كمان ملوش في المحل، حتى لو جه كان لقمه عندي بيحاسب عليها زيه زي الغريب. بعدين ده حل نسيبه يعني. احنا مش هنخش في اي تفاصيل قبل ما نأدب واحد جه هنا قدامي في المعرض وما كبرش الحد. لا غلطان وحقك تأدبه اذا كان عمل كده، بس المطعم ده يخصنا انا وابني اللي مرمي في السجن دلوقتي، واحنا ملناش ذنب يا حاج. يبقى واجب عليك تأدبه وتعرفه ان اللي بيعمله ده مش هيعود عليه لوحده، لا ده هيصيب كل اللي حواليه سواء بالغلط او بالقصد. أأدب مين وأوعي مين يا حاج؟ ده اخو مراتي الكبير، يعني راجل عنده 40 سنه مسؤول عن تصرفاته، يعني انا ماليش كلام عليه. والله دي بقى مشاكل عائليه تحلوها بينكم وبين بعض. انا عن نفسي هكبر دماغي عن قله الادب والكبر اللي حصل هنا قدامي، بس المصلحه اللي انا طلبتها تقضى. اللي تشوفه يا حاج، انا هعمل اللي ربنا يقدرني عليه، بس عشان خاطر ربنا خلي ابني بره الحكايه دي. ده مهما كان برضه ابني يا حاج. وبعدين امه قلبت الدنيا عليه من ساعه ما دخل القسم، ده عيل صغير. والله لو النهارده المصلحه قضيت ابنك بعون الله يرجع لحضن امه. ايوه يا حاج، بس الواد لو اتعمل له محضر هيتحول نيابه وهيتحبس على ذمه القضيه. الله غالب. والله يسهلوا انتوا بصحيح عشان الواد ما يتاخدش في الرجلين. اللي تشوفه يا حاج. يعني ايه؟ لا بجد مش فاهمه، بيحطوا ابني ليه قدام بنت مسعد؟ انا داخله ايه بالموضوع ده؟ اتصرف يا راغب، انا عايزه ابني. هو قدامي. السلام عليكم. منعم خرج اهو. ماشي. اهلا يا اختي، اهلا. واحده اللي لسه ما تقفلش، بس الامين خدني على جنب وغمزني كده يعني انها تخلص حب مع الناس. بس هي هتمشي كده، المحامي اصلا جاي على طول، انا كلمته. شفت وليد؟ يا ستي والله شفته واطمنت عليه ودخلت له الاكل اللي انت جايباه وامنت عليه جوه ان ما حدش يضايقه كمان. ما تخافيش يا اختي، ما تخافيش. وهو راغب قال لك ايه؟ عايزينك انت وبنتك، بس ابني اللي راح فيها. انا وليد يهمني زي ريم، تمام تتحل. سيبيني بس انا ومنعم هنا دلوقتي وامشي انت وما تقلقيش على لا وليد. انا مش هتنقل من هنا غير لما ابني يطلع من الباب ده. هو فهميني بس، سيبيني انا ومنعم وروحي انت لصاحبتنا وقولي لها على اللي حصل، وفهميها ان ابنك هو اللي راح في الرجلين، وقولي لها كمان ان انا بقول لها ان انا وهي حاجه وانت وابنك حاجه تانية. هكلمها في التليفون. لا تروحي لها ما تكلميهاش عشان تشوفك وتعرف ان العيار اللي ضربته هي وجوزها ما صابش غير حد ملوش ذنب. اروح. ماشي. من بين كل الناس انت المفروض اكتر واحده حاسه بحرقه قلبي على ابني. عارفه وحاسه، بس انا اصلا ما كنتش اعرف ان ابنك في الموضوع. وديكي عرفتي، وانا جايه وعارفه ان مفتاح خروج ابني في ايدك انت وجوزك، وفي ايد مسعد برضه. هو فاهم، في ايد اخوك يحل كل حاجه بكلمه واحده، في ايده يريح قلبي وقلبك مع بعض. تحدفونيش لبعض يا بسمة. عايزين اقول لاخويا ايه؟ يسيب بنته ويطلع ابني من حاجه ملوش ذنب فيها اصلا؟ تقولي له اللي انت جايه تقوليه لي بالظبط. تقولي له ما يحرقش قلب ام على بنتها، تقولي له يقصر الشر ويسيب بنتي في حضني عشان مصلحتها هي قبل اي حاجه. كله بيدور على مصلحته، مش مهم ايه اللي بيحصل لنا بسببكم. قداس انا وابني كده في النص عادي، يتقطع رزقنا عادي، مش مهم.
انا لا يمكن افكر اذيكي ولا انتي ولا ابنك. انتي عارفاني كويس يا وفاء. تصدقي بالله انا في وسط اللي بيحصل بينك وبين اخويا طول السنين اللي فاتت دي انا لا بقيت لا عارفاكي ولا عارفاه. لا انتي عارفه مسعد كويس يا وفاء، وعارفه ان الغلط من عنده من زمان، من ساعه ما كنا متجوزين. حتى دلوقتي وكل واحد عنده حياته، برضه هو اللي بيبدأ بالشر. انا من يوم ما امي ماتت وانا عايشه في عذاب بسبب مسعد. انا ما بنامش من كتر خوفي منه. انا مش في مين اللي غلطان يا بسمة، انا في ابني اللي مرمي في الاسم. ما هو بنتك مش اغلى عندك من ابني عندي، ابني اللي ضيعت عليه عمري. وخلاص انا وابوه اللي بينا كلام على ورق، يعني تقدري تعتبريني بطولي. انا ماليش غيره، هو راجلي. وانا والله ما كنت اعرف ان هم اخدوا ابنك، والله ما اعرفش اصلا هم بيعملوا ايه. وفاء انا ما يخصنيش في الموضوع ده كله غير ان مسعد ما ياخدش مني بنتي بس. يبقى تحلوا مشاكلكم مع بعض، محدش هيبقى حنين على بنتكم غير كنتوا الاتنين. بس خرجوا ابني من الموضوع. انت بنتك مع ابوها ولا معاكي اهي وسط اهلها تحت سقف بيت يحميها. لكن انا ابني ليه بيت في الحبس؟ ليه انا وابني ندفع ثمن حياتكم اللي باظت؟ ليه؟ اهدي عشان خاطري، اهدي. انا هتكلم مع معتصم، هتكلم معاه وهسيب لك انت قرار اذا كنت عايزه تتكلمي مع اخوك يقصر شره عني ولا لا. وايا كان اللي هتختاريه، انا عايزاكي تبقي عارفه كويس قوي وفاكره اني وقفت جنبك، مش بشيلك جميله والله. انا بس عايزاكي تبقي متاكده اني عمري ما هرضى ان ابنك يتبهدل بسببي. بخ اي 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 افتح بقك افتح بقك. طبعا ملناش اي علاقه باللي حصل للواد ده خالص. احنا مش هنأذي الناس يا بسمة. انا حسب ما عرفت من الطحان اصلا ان الواد ده مش سالك وبتاع مشاكل يعني. ده قل ادبه على الناس بتوع الاشغالات. حتى ما كانش مقصود انه يتحجز اصلا. طب والعمل يا معتصم؟ لو وفاء جايه بتتهمنا ان احنا بنفتري عليها وعلى ابنها. ما حصلش، وانا عمري ما كنت هرضى بحاجه زي كده. مع ان في الاخر يعني بصراحه الموضوع ده جه في مصلحتنا. ازاي يعني؟ ما هي وفاء وجوزها هيضغطوا عليه يتنازل عشان الواد يطلع. احنا صحيح ما عملناهاش ولا سعينا لها، بس في الاخر هتبقى في مصلحتنا. لا يا معتصم، زي ما هي قالت لي بالظبط، بنتي عندي مش اغلى من ابنها عندها. انا نفسي لو حطيت نفسي مكانها بس لحظه واحده ممكن اروح فيها. عموما احنا ملناش دعوه بالموضوع ده اصلا. انا مش طرف فيه، الواد ما عندوش مشاكل معايا. يروحوا هم بقى يحلوا مشاكلهم معاهم بقى، يتصالحوا يخرجوه يشوفوا هم عايزين ايه. احنا مالنا احنا نشغل بالنا احنا بمشاكل غيرنا ليه؟ انا مش هسامح نفسي لو الولد بيت بعيد عن حضن مامته بسببنا. عشان خاطري يا معتصم عايزك تعمل كل اللي تقدر عليه، كأن بعد الشر حد من ولادنا هو اللي في الموقف ده. ممكن يا حبيبتي تجمدي قلبك شويه بس. اللي حصل ده رغم انه مش مقصود بس هيجيب نتائج كتير وهيحل حاجات كتير. مش على حساب وفاء وابنها، عشان خاطري. حاضر. شوف انا ممكن اعمل ايه. اتأخروا. والله انا خايف يسيبوا الواد ويقفشوا في خاله. كنت تدخل له انت. هدخل له انا اعمل له ايه يعني؟ اهم خرج اهم. استني هو طالع. يلا خلاص عديت على خير. كفاره يا ده وليد. انت كنت هتموتني ناقص عمر. يلا تعال. بس حصل خير. كفاره يا هادي. مش عايز اخش هنا تاني. مش عايز اخش عادي. مش هتخش. طب يلا نروح على البيت. لا بيت ايه؟ احنا هنطلع عندنا. امك هتتجنن، هرياني رن على التليفون. هتموت وتشوف الواد، مش هترتاح غير لما تشوفه قدامها. لا انا هروح على بيتي، راغب جاي على هناك. مفيش منه الكلام ده، انا مش هستحمل زن امك لازم تشوف الواد، ولو على راغب يا اختي هكلمه خليه يجي على هناك. يلا ده وليد ستك هتتجنن. هجنا خير. وبعدين يا مسعد انا مش حمل وجع القلب ده. حقك عليا يا وفاء، حقك عليا. انا مش عارفه اقول لك ايه.
بجد مش عارفه اقول لك ايه. خلاص يا مسعد، خلاص. كل ده عشان قلنا عايزين بنتنا؟ ما هي عاشت معاهم عمرها كله، حتى لما كنت غايب ما شفناهاش كم مرة على بعض، وبالعافية. فيها ايه لما قلنا عايزين البيت؟ كفرنا يعني؟ قوم يعملوا ده كله، يعملوا ده كله في الواد وفي المحل؟ ده ايه الافتراء ده؟ اللي حصل ده بسبب دماغه، وهو لازم يبقى عارف كده. طب والمحل؟ محل اكل العيش مش هي وجوزها اللي قافلينه؟ بس معلش، كله سلف ودين، هيترد لها. خلاص بقى يا ستي، ما انا حلوه قدامك وزي القرد. وبعدين يعني ما تحسيش اني قعدت جوه مده يعني. هات راسك يا مبوسه. راجل يا ده وليد طلع لخالك، بعدين فيها بلبله ما خلاص. بس اقول لك كده رجاله البيت كلهم اتسجنوا، ما ناقصش غير الواد راجل. السلام عليكم. عليكم السلام. ماله بقى راغب؟ حسك في الدنيا يا اخويا. الف بركه اننا اطمنا على وليد، قدر ولطف، وان شاء الله المحل كمان كام يوم يفتح ويبقى زي الفل. الله كريم. بس على الله بس نتعظ كلنا من اللي حصل ده. ايه اللي حصل مع الطحان؟ لا ما حصلش. كل اللي حصل اني صغرت نفسي مع اللي يسوى واللي ما يسواش عشان خاطرك انت وابن اختك. وانت يالا لولا انك بقيت طولي كان زماني ليا تصرف تاني معاك. وانا اصلا عملت ايه عشان كل ده يحصل؟ بس يا ده وليد، يا عم راغب ما تبلع ريقك فيه ايه؟ ما الواد قدامك اهو، شخصه ليه؟ مش وقت ولا مكانه يا راغب. لا ده وقت وده مكانه. حل مشاكلك مع الناس دي بالسياسه يا موسى. طحان ده ايده طايله ومش سهل، ولو حطينا في دماغه هنترازى كلنا. خلاص يا راغب خلصنا، انت بقيت بره الموضوع ده ومش هيجيلك من وراه حاجه. والله روح قول لهم هم الكلام ده. احنا في مركب واحده يا حبيبي، وديك شايف مين اول واحد حاسب على فاتورتك. ما كفايه كده زعبيب امشير اللي انت داخل علينا بيها. يا تمد ايدك تاكل حلاوه خروج الواد بالسلامه، يا تاخد مراتك وابنك تروحوا تريحوا في بيتكم. طب يلا نمشي يا راغب. اقعدي يا وفاء، انا مش همشي الا لما اقول كل اللي عندي. انا لا جاي اعاتب حد ولا الوم على حد، انا بنصحك بحكم اللي بينا. اللي حصل ده مسعد اول السطر مش اخره. حاول بقى تشوف لك حل. لو عايز نصيحتي سيب البت لامها. البت لسه صغيره وامها اولى بتربيتها اليومين دول، واحسن من لفك وراها يا امها. ابدا يا عم حياتك من جديد واتجوز وشوف حياتك، وسيبهم هم بعيد عننا الله يسهل لهم. مالك ومال بنتي يا راغب؟ ابنك خرج لك ومطعمك هيتفتح. اعمل ايه انا بقى في مشاكلي وفي بنتي؟ ده مالكش فيه. وبعدين لما اقع ما تبقاش تمد لي ايدك. انت ما بتقعش لوحدك، ما احنا وقعنا كلنا معاك. انا اول واحد. المحل اللي اتقفل ده محل اكل عيش، ثم ليه تقع اصلا؟ يا ابني انا خايف عليك، احنا كلنا عيله واحده، اللي هيمسك هيمسني بمزاجك او غصب عنك. ما تعقليه يا حاجه. حاضر. ارمي بنتك يا مسعد، سيبها تتربى في ايدين راجل غريب، وانت تحرم منها عمرك اللي جاي زي ما اتحرمت منها عمرك اللي فات. حلو كده يا راغب ولا اقول له تاني؟ بقول لك يا راغب، نهايه الكلام. حوار مسعد يخص مسعد لوحده، محدش مننا كده له فيه. ولو انت قلقان قوي يعملوا حاجه تانية، بقول لك لا يا اخويا ما تقلقش، ده اخرهم، مش هيعرفوا يمسونا في حاجه تاني. طب ومحل اكل العيش اللي اتقفل ده، مش انت اول واحد اتاذيت فيه؟ طب بص يا راغب، لو انت حاطط اكل عيش قصاد مصلحه اخويا فبقولها لك اهو، انا مع مصلحه اخويا في اي حاجه يشوفها حتى لو كانت على رزقي. حلو قوي، يبقى شيل ده من ده يرتاح ده عنه. يلا يا وفاء، يلا وليد. ما تقلقش هتكلم معاه. توكل على الله يا وفاء، الارسال على الله. اناني طول عمره، ما بيفكرش الا في روحه. كان ناويها يا منى، سواء قلتها ولا لا كان كده كده هيديك كتف ويخرجك بره المطعم. جدع انها جت منك وكرامتك، وما تشيلش هم، انت معايا في الورشه وهتبقى مدير كمان. انت هلا خف رجلك من عند اخوالك دول خالص، والمحل ده ما تعتبوش تاني، يتقفل يتفتح يتطربع على دماغ صحابه، ما تتحركش من البيت ده تاني. على اساس بقى ان انا بنت وهتحبسني في البيت وكده صح؟ احبسك لما تتحبس في البيت احسن ما تتحبس في الاسم. خلاص يا راغب، احنا فينا اللي مكفينا، مش مكفيك اللي عملته عند امي واخواتي؟
انت مالك؟ انت بتتحشري في الكلام ليه؟ هو انا كل ما اكلمه كلمتين تتدخلي في الكلام؟ ما تسيبيني اتكلم معاه. خش جوه. يعني ده اللي هيفرق بينكم في الخناقه يعني؟ خلصتيها انت كده؟ انت لازم تطلعني انا اللي مقصره؟ يا وفاء انت اللي مقصره. هو انت مش واخده بالك انك خسرت ابنك؟ الواد لا نافع في تعليم ولا نافع في شغل ولا نافع في اي حاجه خالص، ده بيرد عليا الكلمه بكلمتها، ده ناقص يمد ايده عليا واخرتها بنلف نجيبه من الاقسام. راغب انا مش عايزه اتخانق، ده اكتر يوم عايزه اقفل فيه عليا بابي انا وولادي واطمن ان هم نايمين في حضني. انت بقى اعمل زي ما بتعمل وسيبنا زي ما انت سايبنا بقالك 7 سنين، خليهم 7 سنين ويوم كده وفاء. دلوقتي انا اللي سبته واتخليت. هو البيت ده مين اللي مكرهني فيه وفي دخلته؟ مش انتي؟ سنين وانت بتعاقبي نفسك وبتعاقبيني وبتعاقبي العيال عشان اتجوزت. انا اتجوزت بعلمك. انا لما حطيت جزمه في بقي زمان كان عشان خاطر عيالي، وصدقت كلامك وافتكرتني عبيطه وسقت فيها، وحليلك البيت هناك عن هنا. خليك بقى هناك وسيبنا في حالنا. هو انت اللي هتقولي لي اروح فين واجي منين؟ ده بيتي ودول عيالي يا وفاء، واللي بيني وبينك ما كانش المفروض يطول العيال ولا يحسوا بيه. قلت لي سيبني يا راغب، سيبني اربي العيال بطريقتي، واديني يا اختي سبتهم لك، وانا دلوقتي اللي بحاسب على المشاريب. انا عيالي متربين احسن تربيه، مالكش دعوه لا بيا ولا بيهم. ما تجيش دلوقتي تعمل اب. ماشي يا وفاء، اسمعي مني الكلمتين دول ومش عايز اسمع كلمه تاني. الواد ده من هنا ورايح مالكيش دعوه بيه، انا اللي هقول يعمل ايه وما يعملش ايه، وسيبيني يا اختي الم من وراكي. عارفه افتكرت ايه دلوقتي؟ ايه؟ اخر مره اتجمعنا احنا الاربعه كده بالطلب، لما قلت لنا على المصيبه اللي انت عملتيها في السر. ويا عالم بقى بابا مجمعنا تاني النهارده ليه؟ مصيبه يا بنتي، المصيبه دي طلعت احلى حاجه في حياتي والنبي. والله. كل ده في كوبايتين شاي؟ تموتوا انتوا في الودوده على خلق الله. والله ما لحقنا، ده احنا كنا لسه هنجيب في سيرتك. شوف سيرت انا. طب يلا كملوا، يلا هتودد معاكم. استنوا بس لما نشوف بابا عايز ايه. اتفضل يا حبيبي. طبعا انتوا عارفين ان انتوا التلاتة بالنسبة لي واحد، وكل واحد فيكم عمل حياته الخاصة بنفسه. حتى يعني لو انا كان ليا حاجة مش حاببها مش راضي عنها في الحياة دي، لكن في النهاية دي اختياراتكم وحياتكم وانتم احرار فيها. اللي يهمني دلوقتي واللي انتوا لازم تبقوا عارفينه ان انتوا التلاتة غلاوتكم عندي واحدة وانتوا حتة مني. هو في ايه يا حاج؟ انت كده قلقتنا. انت ناوي تتجوز وتخاوينا ولا ايه؟ لا يعني هي دي كده مقدمة لابد منها، يعني علشان لما اقول القرار اللي انا اتخذته يعني كل واحد يبقى عارف ان القرار ده اتخذ وسببه الوحيد المصلحة اللي مش هتضر اي حد فيكم، بل بالعكس هتحافظ على حق كل واحد فيكم. انا قررت ان هكتب المطبعة بيع وشراء باسم معتصم، وده مش معناه طبعا ان حاجة على حق اي حد فيكم في الميراث الشرعي، ده طبعا بعد ربنا ما يسترد وديعته. ايه يا حاج اللي انت بتقوله ده؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر، ولازمته ايه الكلام ده؟ سيبك من الكلام والمناهدة دي اللي مش هتجيب فايدة. انا خلاص خدت القرار وعارف انا بعمل ايه. بتعمل ايه يا بابا؟ بتحرمني انا وفاطمه من حقوقنا؟ مفيش حرمان ولا غيره، انا لسه ما قلتش اللي انا ناوي عليه. ناوي على ايه تاني يا بابا؟ تطردني انا وبنتي وجوزي من بيتنا؟ انا مش عارفه هفضل لحد امتى ادفع ثمن غلطه عملتها من سنين، وكانت غلط من وجهه نظر حضرتك. طب وانا عملت ايه؟ خلاف مع جوزي في الشغل وعدت سنين والمطبعه وقفت تاني على رجلها، هنفضل برضو نتعاقب بقيه حياتنا؟ مفيش عقاب ولا كلام فارغ من اللي انت بتقوليه ده. انا عايزكم تسمعوني عشان تفهموا القرار اللي انا خدته. المطبعه هتتكتب باسم معتصم، الاصول الثابته هتتوزع عليكم حسب الميراث الشرعي،
وده هيغطي حقوقكم كلها. وبعدين حقوقكم في المطبعة هتاخدوها من أرباحها، وأنا فكرت في الكلام ده كويس ودرست كل التفاصيل، عشان كده قلت للمحامي يكتب الكلام ده على ورق. ولازم تعرفوا إن أنا عمري ما حاجة على حق واحدة فيكم أبدا ولو في جنيه واحد. ايوه يا حاج، بس ما هي المطبعه دي من الاصول الثابته برضه، ده هي اللي عملت كل حاجه يا حاج. صراحه ما ينفعش خالص يعني ليلى وفاطمه يبقوا وراها باي شكل من الاشكال. هو الاتفاق مع بابا انك تعمل مش عارف ولا ايه يا معتصم؟ ما خلاص فهمنا انت عايز تعمل ايه انت وبسمه مراتك. ملهاش لزوم بقى المسرحيه دي. الكلام اللي انت بتقوليه ده مش عايز اسمع كلمة تاني منك. اهو اللي انت بتقوليه ده هو اللي مخليني عاوز اعمل اللي بعمله ده دلوقتي. خلاص ما بقيتيش بتسمعي غير كلام جوزك وبس، ما بقيتيش بتشوفي غير اللي هو عايزك تشوفيه بعينيه، والتانية مش شايفة التعبان اللي بيحاول ينهش من وراها اي حاجة. انا هقول لكم اخر حاجة واخر نصيحة، خلوا بالكم اخوكوا ده هو الوحيد اللي يقدر يحافظ على حقكم، واللي عمره ما جه ولا هيجي على واحدة فيكم. تمام يا بابا، كنت عايز تبلغنا باللي انت عايزه وادينا عرفنا. مبروك عليك المطبعة يا معتصم. عايز مننا حاجة تانية يا بابا؟ يبقى بلغنا بقى يا معتصم الحسنه اللي هترميها لنا انت وبسمه مراتك قد ايه كل اول شهر من المطبعه بتاعتك. ليلى، اولا بسمه ملهاش علاقه بالموضوع ده خالص، فما تجيبيش سيرتها من فضلك. ثانيا عيالكم هم عيالي وانتوا عارفين كده كويس. اتفضلوا بقى اقعدوا، بلاش العبط ده. ابوكوا عمره ما هيعمل حاجه تضرنا. هنقعد نعمل ايه؟ بابا خلاص خد القرار اللي فيه مصلحتنا. قعدتنا لا هتقدم ولا هتأخر. عن إذنكم. انا كنت عارف انهم مش هيقتنع ببساطة. بصراحه يا حاج انا كمان مش مقتنع. هو انت ليه يا حاج ما قلتليش عن الموضوع ده ونتناقش فيه الاول؟ معتصم، انت عارف انا عايز ايه ومتأكد انا بقول كده ليه. حتى حاج اللي انت عايزه ده ليه مليون طريقه. انا بصراحه ما كنتش عايزه يبقى كده. مش عايز اي حاجه تحصل بيني وبين اخواتي البنات تخلي الجو بينا متكهرب. طب ما تقول لي بقى يا سيدي على حل واحد من المليون حل اللي انت بتقول عليهم دول. هفكر في حل يا حاج وهقوله لك وهيرضيك وهيرضيهم ان شاء الله. هو انت ليه يا حاج قلت كده دلوقتي؟ هو انت كويس؟ في حاجه يا بابا؟ ما انا كويس اهو. فيا ايه يعني؟ جواز اخواتك هم اللي مش كويسين، ربنا يهديهم. وبعدين ابقى افتكر يا معتصم الكلام اللي انا قلته ده كويس قوي، اللي هم مش فاهمينه اللي ان شاء الله مصيرهم يفهموه. الأول كده يا كارم، وعشان كلنا نبقى على نور. قعدتنا دي مش عشان الخوف ولا ان في حد فينا قلقان من حاجه. كارم بس بقى على العشره والصحوبيه اللي بينكم، هو يا عم هيطلع احسن منك ويقبل هزارك البايخ، طالما في الاخر كلنا هنسترزق وناكل عيش. اللي فات مات يا صاحبي، نبدا صفحه جديده. انت قصدتني عشان تاكل لقمه بالحلال، وانا يا سيدي عمري ما هردك، لا انا ولا الراجل ده، وهنساعد. بس انا مش جاي طالب مساعده يا كارم. اسمع الكلام للاخر ورد براحتك. واحنا ما بنسلفش، سلف تلف انت عارف. احنا هندخل شركاء. مشروع الورشه ده مشروع حلو، وانا عارف ان انت ادارجي وهتدورها كويس. شركاء ازاي بقى؟ انت عايز فلوس، احنا بقى هنديك الفلوس دي وزياده كمان، بس ايه، شركاء مش سلف. بس انا مش لوحدي يا كارم، انا معايا مجدي وهو ليه حق عندكم برضه. هيرجع يقول لك حق يا عم. اسمع يا ابن الناس، احنا كنا شغالين في السليم وبامان وعلى قدنا. انت بنفسك اللي جيت ودخلت البودره وخدت جزائك، يبقى ايه اللي ليه حق يشاور عليه يا مسعد. لا يا صبري، احنا لينا حق وانت عارف كده كويس، وحقنا مرصوص ورا ظهرك اهو. لولا اللي انا عملته ودخلت فيه السجن ما كنتش وصلت لكل ده.
هو احنا عايزين نطلع لقدام ولا هنقعد نعيد ونزيد في كلام مالوش لازمه؟ قلنا اللي فات مات. كلامنا معاك انت، لا مع مجدي ولا غيره. ايه، نكمل كلام ولا نفضها سيره؟ خلاص خلاص يا كارم، قول اللي عندك. انت عايز تقف على رجلك، واحنا يا عم هنقف جنبك لغايه ما تقف على رجلك. احنا برضو ايدينا في السوق، يعني عارفين ندورها ازاي. بس على شرط انا اللي ادير. تقدير بس تقدير الشغل. احنا اللي هندفع الفلوس الاكتر، يبقى احنا لينا النسبه الاكبر في الاداره. دي الاصول، والاصول ما تزعلش حد. ان كنتوا اخوات تتحاسبوا. ديك انت اللي بتتكلم في الحساب تاني اهو. يا عم احنا هنديك فلوس عشان تدورها، يا صابت يا خابت. طب لو خابت معاك هنعمل ايه؟ هنجيب فلوسنا ازاي؟ ايدنا على ايدك يا عم. طب وما عجبنيش الكلام وقلت مش موافق. والله هو ده اللي عندنا، ومش هتسمع كلام غيره، وده برضه لاجل خاطر الايام اللي فاتت. دورها في دماغك يا صاحبي. كل عيش وناكل عيش معاك، ويا سيدي بعد ما تكبر معانا يبقى سيبنا واعمل مشروعك لوحدك لو حابب يعني. المشوار اللي حصل ده انا لا عايزه حد يعرف عنه حاجه ولا تفكرني بيه في يوم من الايام. خلاص روحك اتردت لك قوي اول لما المحامي عقدها لنا. طارق انت بتخليني اعمل حاجات انا مش عارفه ازاي ممكن اعملها. هرفع قضيه حجر على ابويا؟ طب اقول لابني ايه وانا بعمل كده؟ يا سلام، وانت هتقولي لابنك ايه وانت مضيعه حقك وورثك من غير حتى ما تعملي اي حاجه تحفظ لابنك ده مستقبله؟ خلاص فكر في اي حاجه تانية، انا معاك في اي حل تاني. ليلى، حل لوحدك ما بقاش ينفع، من هنا ورايح اي حاجه لازم تبقى مع فاطمه. طيب خلاص انا هتكلم مع فاطمه وانت تتكلم مع عمر جوزها. عارفه يا حبيبتي مشكلتي ايه؟ ايه يا طارق؟ اني ما بحبش الطماعين، والواد عمر ده طماع ومفضوح انه طماع من اول يوم اشتغل فيه. بص يا وليد، ما تتدخلش في اللي بيني وبين امك. انت كده كده ابننا احنا الاتنين وبنحبك اكتر من اي حد في الدنيا. بص يا ابويا، انت ليك عندي السنه دي ان انا اخلص الثانويه، ولو ما خلصتش يبقى اعمل اللي انت عايزه. انا يا ابني بسمع الكلمه دي كل سنه وما بتخلصش الثانويه دي. انا خلاص انا عرفت انت هتعمل ايه. انت هتسافر تشتغل مع عمك حمدي في السعوديه. انت عايزني انا اسيب المدرسه؟ لا مش هتسيبها، هنخليك تاخد الثانويه العامه من هناك. ما عرفناش تاخدها منازل، لو ما نفعتش بقى خلاص لما تيجي يا وليد في اي وقت تاخدها. طب بص يا بابا، من الاخر كده انا مش هسافر واسيب امي واختي لوحدهم في البيت من غير راجل. نعم، انت هتتحجج بامك واختك؟ هتعمل لي فيها راجل ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر انا مش عارف انت عايز تقعد هنا ليه. اللي بيربي يرضى عارف الاعيبه. انت عايز تقعد هنا عشان شويه الشمامين والصياع اللي انت ماشي معاهم بتصرف عليهم فلوسي. عايز تصرف عليهم ما عنديش مشكله، بس تصرف عليهم لما تشتغل وتبقى بتجيب الجنيه. يا بابا بس فلوس ايه بس وصايع ايه؟ انا اصلا ما بقعدش مع صيع. خلاص انا كلامي انتهى في الموضوع ده. من بكره تجهز ورقك عشان تسافر. طب وانت على كده ماما عارفه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت مالك ومال امك؟ هي امك هتمشي كلامها عليا ولا ايه؟ انت اتفطمت يا حبيبي خلاص. من الاخر يا بابا انا مش هسافر غير لو امي وافقت على الموضوع ده. انت اتهبلت يالا ولا ايه؟ انت هتسافر ورجلك فوق رقبتك. اسبوع وتخلص ورقك، كلامي ما فيهوش فصال. على ايدك هنا يا عمنا. يابا تقسم ازاي دي بقى يا مصر؟ احنا 4 شركاء ورشه قد الحق، كتير قوي. بالفلوس دي هنكبرها شويه، كويس ان هم طمعوا في الشراكه دي. نبدا كبار ومعانا سيوله يبقى احسن. بس هوقفوا لك على الواحده بقى، مالها يا عم فلوس المسيري؟ ما هي مشفيه وما فيهاش عوق. الشراكه دي اهون عليا 100 مره من اني احني راسي للمسيري وابني. الشراكه دي خطوه بس، ليك عليا كلها كام سنه والورشه دي تبقى اكبر من مطبعه المسيري نفسها، وبنتي تبقى في حضني كمان. غيرت اخويا، السجن برضو قوي قلبك. في حاجه واحده اتعلمتها في السجن، ان الواحد لازم يبقى كبير بيقوي قلبه على اي حد. وانا خلاص نويت ابقى كبير. ماشي يا عم، خلينا في نظام الشراكه، مين عليه ايه مين ليه ايه. هما 51 واحنا 49 انا ومجدي، عشان يضمنوا فلوسهم. يعني الكلمه هتبقى كلمته، كلمه هتبقى كلمتي انا. هم اراضيشك وانت ادرى بيهم يا عم. بكره تطلع على البنك وتسحب لي فلوسي اللي في حسابك عشان نبتدي نجهز. مش فلوس زي ما هي برضه؟ زي ما هم ما نقصوش مليم من ساعه ما جبتهم من عشه الارانب. ده يمكن زادوا شويه الفوائد بتوع البنك كمان. ايوه على البركه. خير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
ازيك يا متر؟ اهلا يا حضرات. متر اتفضل. عامل ايه؟ يابا. يا متر انا مش فاهم دلوقتي هو ايه اللي حصل. انا مش فاهم. المفروض البت كانت تبات في حضني. ما تقلقش، كل ده اتأجل بس لحين حضور الحاج عبلة قدام القاضي علشان يناظرها. نظرها؟ ده اللي هو ازاي لا مؤاخذه؟ يشوفها يعني. يعني يتأكد انها قادرة على رعاية بنتك لما تكون في حضانتها ان شاء الله. لو انت فاكر كنا متوقعين ان محامي الخصم هيطلب المناظرة، وكنا متوقعين برضو ان القاضي غالبا هيوافق، خصوصا يعني ان الحاج عبلة ربنا يديها الصحة. مين يا رب؟ سنها مش صغير. وانا لما طلبت منكم انكم ما تحضروش الجلسة كنت عايز اوفر عليكم المشوار، لانه برضو غالبا القاضي كان ممكن ما وافقش ان يبقى فيه مناظرة. بس هي الحاجة صحتها كويسة يعني، ست جديدة بسم الله ما شاء الله، ربنا يديها الصحة. والله هي في الظروف اللي زي دي الامر كله بيبقى متروك لتقدير القاضي. بس كون ان المحامي مدام بسمة طلب المناظرة يبقى غالبا مش هيقف لحد هنا. استاذ مسعد، هو مدام بسمة عندها اخوات بنات؟ عندها اخت صغيرة. هو كده هيتدخل هجومي، اكيد هيتدخل هجومي، هيطلب ضم البنت لاختها دي. انت بتقفلها في وشه ليه بس يا متر؟ ما ربنا ما يجيب هجوم ولا حاجه يا عم. بعدين احنا جايين لك ليه؟ ما عشان تحلها. انا مش فاهم يعني، الدور على امي. هو ينفع القاضي يتجاوز الدور؟ ينفع جدا. القاضي في النهاية ليه رؤية، ولو شاف ان ده في مصلحة بنتك اكيد ممكن يتجاوز الدور عادي يعني. الله العظيم. انا مش عايزك تقلق، اهم حاجة عندنا دلوقتي يا جماعة ان الحاجة تحضر الجلسة الجاية. وفي حاجة كمان يعني عايز يبان ان الحاجة يعني ربنا يديها الصحة طبعا ويبارك فيها، يبان ان عندها القدرة على رعاية صغير. لا ما تشغلش بالك من المنطقه دي. عبلة دي اللهم صل على النبي. تمام اتفقنا. وحاجة كمان، يعني من هنا للجلسة الجاية ما يضرش يعني ان انت تحاول مع اخت مدام بسمة. افهمني يا بيه، يعني تحاول معاها بطريقة او باخرى انها تبعد عن القضية دي خالص. على فكرة الموضوع كده هيبقى بالنسبة لك مضمون. ولو ما قدرتش بقى يبقى خلاص، يعني نستنى تقدير القاضي، وفي كل الاحوال خير، ما تقلقوش. المرة دي بقى لو اسماعيل كمان ما حصلش نصيب يعني زي اللي قبله، هفهم بقى ان دي رسالة من ربنا وان انا مش مكتوب لي اصلا الجواز. بس انا شايف ان اسماعيل يعني كبير بما فيه الكفاية وهيتفهم الموضوع يعني. انا على عيني والله يا نهى الفرح يتأجل تاني، والله غصب عني. المشكلة ان احنا رتبنا كل حاجة خلاص. ده احنا لسه امبارح بس حاجزين له تيكت الطيران بتاع شغله اللي هيرجع له بعد شهر العسل. كان يا دوبك بس هيرتب امتى التذكرة بتاعتي وخلاص. مش عارفة اجيبها له ازاي بقى. طيب تحب انا اقول له يعني؟ هو يحرج مني على فكرة وممكن يوافق. لا يا بابا لو سمحت، انا عايزاه لما يوافق على حاجة يبقى مقتنع بيها، يبقى معانا كده في اللي احنا فيه، ما يعملش زي اللي قبله يقول موافق على حاجة وبعد كده يطلع عيني عليها. طب نهى، احنا مش عايزين نعمل مشاكل خالص. طريقتك الدبش بلاش المرة دي، ابوس ايدك. يعني ايه لو موافقش خلاص عادي يعني؟ اكيد مش عادي يا نهى، مفيش حاجة عادي، ما انتي شايفة اهو. بس هنعمل ايه يعني؟ ادينا بنحاول نكسب وقت. بص يا نهى، انا هقول لك الحكاية ببساطة شديدة جدا. اختك بسمة متحفظة ان كلامها ده يأثر على علاقتك بإسماعيل وجوازكم. وعلى فكرة، موافقة إسماعيل على تأجيل الجواز دي مسألة حياة أو موت، لأن الجلسة الجاية لو إسماعيل ما وافقش ريم مش هتبقى معاه. انا خايفه الصوت يبقى عالي قوي وحد يسمعنا. ما تخافيش، ما عادش هيسمعوا غير هنا. ايه ده يا ولاد؟ مين اللي عمل كده؟ مصطفى يا ميس. انت كويس؟ ما تخافش. ممكن اعرف كنت بتفكر في ايه لما عملت كده؟ بص لي هنا وفهمني. كنت بس بهزر معاه.
بتهزر؟ ما تعرفش ان هزارك ده ممكن يحرق المدرسه كلها؟ طب اتفضل انت يا مصطفى، لو سمحت استنى بره شويه. طبعا مصطفى اول مره يتصرف التصرف ده، ويعني الموضوع مش بسيط، واكيد انتم مقدرين قلقي وتخوفي، وعشان كده انا طلبت من ميس نواره الاخصائيه النفسيه للمدرسه انها تحضر معانا الاجتماع النهارده. اهلا بيكم. الحقيقه انا مستغرب جدا الموضوع ده، لانه مصطفى ما فيهوش العاده دي. العادي بتاعه انه هادي جدا. مفهوم، بس احيانا الهدوء في سن مصطفى بيبقى وسيله بيخفي وراها مشاعره الحقيقيه. على العموم خلينا نتاكد ان شاء الله انها كانت حادثه عنف فرديه مش باترن. بس هو انا فهمت من كلام حضرتك ان مفيش اي حاجه مماثله عملها في البيت قبل كده. لا لا اطلاقا، العادي بتاع اي طفل يعني في سنه، يعاكس اخته واخوه مش اكتر من كده. يعني ما لاحظتش عليه حاجات غريبه حتى لو ملهاش علاقه بالعنف؟ بيسرح كتير، حركته كتيره؟ انا لاحظت موضوع السرحان ده فعلا من فتره. طب هو لما بيحصل خلافات ما بينكم هل بيقول كلام فيه معنى التهديد حتى لو اللي بيهدد بيه دي حاجات انتوا متاكدين انها مش هتحصل في الحقيقه؟ ساعات، بس يعني بتبقى تهديدات عبيطه، يعني لما بمنعه من حاجه هو عايز يعملها بس. طب وحضرتك قلتي ان الاعراض دي بدات من فتره، من امتى تقريبا؟ يعني حوالي سنه، مع اخر زياره لمامته. هي مامته عايشه في دبي وبتنزل مصر اجازات عشانه. هو انا مش عايزه اتسرع في اي كونكلوجن يعني، بس مبدئيا كده الاعراض دي ليها علاقه بسفر مامته. بس ده موضوع بقاله سنين، يعني غالبا هو اتعود على حاجه زي كده. تعبير الاطفال عن احساسهم بالاذى والهجران بيكون ليه اشكال كتيره، وانا الحقيقه مش مستبعده ان يكون عمل مشكله النهارده دي مخصوص عشان يتمسك وتتحط في الموقف ده. طب هو بيعمل حاجه زي كده ليه؟ ممكن عشان يلفت نظركم ويحس ان هو كابن بتهتموا بمشاكله وبتعملوا اي حاجه عشان تحلوها. وانت زعلان مني؟ اعمل ايه يعني؟ هما اللي سالوني. وانت ايه اللي خلاكي تجري وتكشفيني؟ قلت لك هيتسحب من ورا البيلدينج ومحدش هيشوفه. ما انا خفت. اتفضل. خالد واحمد انتوا الدور النهارده. وانت محمد اخر مره هقول لك على دقنك دي خفها. تعال هناك ده ايه؟ اللي انت قلته للواد ده يا راغب. الدخله دي يا وفاء. عايز اعرف عايز من ابني ايه؟ الله يهديك انت وابنك. هكون عايز اعمل ايه في ابني يعني؟ عايز اديله فرصه اي شاب غيره يتمناها. عايزه يتعلم يبقى راجل ويعرف يعتمد على نفسه ويجيب الجنيه. ايه يعني؟ بنقذه من الضياع اللي هو فيه. بتنقذه؟ لا يا راغب، انا ابني مش هيسافر يتمرمط ويتغرب بره ويسيب تعليمه هنا. تعليم ايه يا وفاء؟ هو انت ابنك نافع في تعليم؟ طب ورحمه ابويا، انا ما هسيب ابني يضيع مني. ورحمه ابويا ما في حاجه مضيعه الواد غير تربيتك ليه ودلعك الماسخ ليه. ده انت بتعاقبني انا بقى. مين اللي جاب سيره عقاب يا وفاء؟ الواد هناك هيبقى مع عمه. عرفنا نخليه ياخد الثانويه العامه من هناك ياخدها خير وبركه، ما عرفناش يبقى يجي ياخدها في اي وقت تاني. مين عارف يمكن يسمع لعمه ويتصلح حاله. وانت عشان مش عارف تبقى ابوه بتجيب حد يعمل اللي انت مش عارف تعمله؟ احترمي نفسك يا وفاء. اللي احنا شايفينه في الواد ده نتيجه تربيتك ليه. بقى كده يا راغب؟ بقى دي اخرتها بعد سنين القرف اللي استحملتها دي؟ طب وحياتك عندي انا ابني مش هيسيب البيت. وانا كلامي قلته هيتسمع، يعني هيتسمع ورجلك فوق رقبتك انت وابنك. انا مش هقعد اهري كتير، ولعلمك مالكيش عندي جنيه مصروف ولا انت ولا الواد. اخرك معاه مصاريف التلاجة فقط لا غير. ماشي؟ هو انت باقي عليا ليه يا راغب؟ سؤال صعب. عشان مراتي. عشان مراتي وام عيالي، وعشان في بينا عشره.
لا يمكن يا نهى. انت عارفه نأجل دي يعني ايه؟ يعني انا هسافر وارجع على ميعاد جديد. يعني نكلم كل الناس اللي احنا عزمناهم عشان نأجل الموضوع ده. وبعدين ده نفس اللي حصل المره اللي فاتت بالظبط. وشغلي والاجازه. انت عارفه انت بتطلبي مني ايه؟ انا والله العظيم عارفه كل ده وفاهماه كويس، بس تعمل ايه؟ حط نفسك مكاني. يرضيك يعني اسيب اختي بنتها تضيع من ايديها؟ وهتضيع ليه؟ البنت هتروح لابوها او جدتها لابوها زي ما انا فاهم، وبسمة هتزورها عادي، والبنت مش هتضيع ولا حاجه. انت بتقول كده عشان انت مش ام. بص، الموضوع اعقد من كده بكتير. احنا في المشاكل دي من ساعه ما البنت اتولدت اصلا. وتاكد لو في اي حل تاني بسمة كانت اول واحده هتفكر فيه. انا مش فاهم حاجه. دلوقتي احنا هنأجل، والحضانه هتجيلك، واحنا نتجوز كمان 3 شهور، والموضوع هيرجع يتعقد تاني. ساعتها هيبقى ايه الحل؟ مش عارفه، انا مش عارفه يا اسماعيل، وما تسالنيش اسئله انا نفسي ما عنديش اجابه ليها. انا كل اللي انا طالباه منك ان انت بس توافق دلوقتي على التأجيل، واوعدك ان اي مشكله هنحلها انا وانت، المعازيم والشغل وكل حاجه كل حاجه، عشان خاطري. حاضر يا نهى، حاضر. تعالي نشوف موضوع الشغل والاجازه ده، لو تمام نأجل، لو مش تمام يبقى ما باليد حيله، وساعتها مش هنقدر نعمل حاجه تاني. تمام. واذا الميعاد اللي جاي جه وهي لسه ما وصلتش الحل، لازم تفهميها كويس يا نهى ان احنا مش هنقدر نعمل حاجه تاني برضه. ماشي، يعني هقول لك ايه؟ حاضر. وبعدين بتفتحي معايا الموضوع كده ومتاكده قوي اني هوافق. افرضي ما وافقتش؟ عشان انا مش حاطه اوبشن تاني اصلا. ايه الثقه دي؟ يعني ايه يا فاطمه مش عايزانا نعمل حاجه واحنا شايفين بابا بيفرط في حقنا بالطريقه دي؟ واحد وبيتصرف في املاكه، قانونا هو حر. حر ده لما يبقى قراره لوحده، مش كلام معتصم وهو بيقوله بس. ليلى، انت عارفه معتصم اخوكي مش ممكن يوقع ما بيننا وما بين الحاج، وخصوصا في حاجه تضرنا. والله معتصم اخونا اللي كنا نعرفه لكن معتصم جوز الليدي بسمة، سوري يعني يا عمر، ما بقتش عارفه بصراحه ممكن يعمل ايه. طب بص يا ليلى، بسمة بره الحوار ده خالص، وانا وفاطمه اذا كنا قاعدين معاكم دلوقتي فقاعدين عشان خاطر لينا حق. قصدي انت وهي يعني ليكوا حق. بس ما اختك يا عمر على عيننا ولا راسنا، لكن يعني مين اللي فضلت توقع بيني وبين معتصم حتى وهي سايبه المطبعه لحد ما الخلافات وصلت ما بيننا الحرسات واضطريت امشي. بسمة كانت مشكلتها معاك في اداره المبيعات يا طارق. مالها هي بقى ومال مشكله الضرايب اللي انت مشيت بسببها؟ ايه يا عمر قصدك ايه يعني؟ يا جماعه احنا ايه اللي خلانا نتكلم عن بسمة اصلا دلوقتي؟ خلونا نركز في اللي احنا جايين عشانه، ده مش موضوعنا دلوقتي اصلا. لا بقى ده هو ده موضوعنا. قرار بيع المطبعه ده اتهام مباشر ليا وليك انت كمان على فكره، والموافق عليه رضا بالاتهام. بص يا عمر، انا وانت سايبين المطبعه من سنين، ايه الداعي بقى انه يعمل كده دلوقتي ويلعب في الورث اللي هو شرع ربنا عشان يضايقنا ببناته؟ عشان لا انا ولا انت حاولنا نغير له ده قبل كده، ولا هو سمح لنا بيه اصلا. اكيد مش هيجي يغير رايه دلوقتي، ولو احنا اقترحنا عليه انه يرجع الورث لاصله مستحيل يوافق. يعني انت رايك من راي فاطمه؟ لا، انا عندي فكره. ليلى وفاطمه هيقولوا انهم موافقين ان المطبعه تتباع لمعتصم، بس مقابل كده الاصول وباقي السيوله تتقسم عليكم انتوا الاثنين بعيد عن معتصم. ما اعتقدش ان بابا هيوافق ان المطبعه تبقى من غير سيوله تسندها، وخصوصا بعد ازمه الضرايب الاخيره دي. مين قال ان احنا عايزين الحاج يوافق؟ انتوا بتقدموا الحل العادل الوحيد من وجهه نظركم بناء على قراره، وفي نفس الوقت بتوضحوا حسن نياتكم وبتبينوا ان انتوا مش عايزين اي حاجه من المطبعه، بس برضه من غير ما تيجوا على حقكم الشرعي. يعني لازم ابوك هو اللي يجيبك عشان يشوفك يا استاذ يوسف؟ لا والله يا عم، انا بس كنت مشغول الفتره اللي فاتت بس. كان بيدور يا سيدي على شغل، المسألة مش بإيده. طيب لضمت في حاجه يعني؟ لا الحقيقه لسه بدور. ايه الموضوع صعب قوي كده؟ الشغل مال الدنيا. يعني ممكن اكون ما لقيتش يعني الحاجه اللي انا عايزها، يعني حاجه ليها علاقه بشغلي. التوصيل يعني. مظبوط. بص يا يوسف يا ابني، انا ما بعرفش ازوق الكلام خصوصا مع اللي يخصوني، وانت بقالك سنين من غير شغل والبطاله وحشه، ولو خدت عليها صعب قوي انك تلحق نفسك. عندك حق، بس هي كمان صعب عليه يعني، بعد ما كان صاحب مشروع دلوقتي هيروح يشتغل عند حد. ايه رايك تيجي تشتغل معانا هنا وهتبقى شغال في مال عمك اللي هو مالك؟ والله يا عم هي فكره حلوه قوي، بس انا ما بفهمش حاجه يعني في قطع الغيار. نعلمك زي اللي قبلنا ما علمونا.
انت من شغلك القديم كان فيه بضاعه داخله وبضاعه خارجه، صادر ووارد يعني. مظبوط. طيب احمد زي الحاج احمد، وهو ابوك قايل لي انك في شغلك القديم كنت بتستعمل برامج كمبيوتر عشان تصنف البضاعه. ايوه صح، كنا عاملين ابلكيشن. ايوه هو البتاع ده. ايوه يا عاليه، من فضلك تعالي 5. هو احنا شغالين على حاجه كده برضو للشركه والمخزن والمركز الصيانه اللي هنفتحه ان شاء الله، وانت هتفيدني بخبرتك. والله يا عمو مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس يعني لو ينفع يعني تديني وقت افكر بس. بص يا ابني، السنين اللي فاتت بعدتنا عن بعض، بس ده ما يعفينيش من كوني عمك ولا من كونك ابن اخويا. واذا كان ابوك ما عرفش يقنعك على اللي فيه صالحك، انا بقى غير ابوك. انت هتشتغل معانا هنا، ايه قولك بقى؟ ايه؟ تعالي يا عاليه، ده يوسف ابن جدك محمود، دي عاليه يا سيدي، دي حفيدتي بنت هند. انت ليك ما انتش فاكرها؟ لا لا لا، ازاي؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. يوسف هيشتغل معانا هنا في المخزن، عايزك بقى تفرجيه على البرنامج بتاعك، وبعد ما تخلصي معاه سلميه رمضان يفرجه على باقي الشغل. حاضر، اتفضل. عايز يقلل المصروف ليه؟ هو انتوا اتخانقتوا تاني؟ مش مهم، انا بقولك علشان انت كبرتي ولازم تبقي خلاص فاهمه الوضع. وده طبعا عشان موضوع سفر وليد، مش كده؟ قلتلك مش مهم، المهم دلوقتي ان يبقى عندك تقدير ومسؤوليه، وانك تفهمي ان الوضع اتغير. المصروف ما بقاش زي الاول، شراء الحاجات عمال على بطال من على النت ما بقاش زي الاول. هنلم ايدينا وهنعيش على قد اللي معانا. طبعا انا اللي لازم يطلع عيني عشان سي وليد يفضل جنبك. فيها ايه لما يسافر؟ يسافر فين؟ انت مالك اصلا يسافر ولا ما يسافرش؟ بطلي بقى ترددي كلام ابوكي زي البغبغانات كده. ده مش كلام بابا، ده كلام اي حد بيفهم الحقيقه. انت قليله الادب. انت قصدك ان انا ما بفهمش؟ لا فاهمه، بس عامله نفسك مش فاهمه، زي ما كنتي عامله نفسك مش شايفه هو بيسرق من فلوس البيت، مع انك لو بصيتي للموضوع هتشوفي ان سفره احسن له. ربنا ينفخ في صورته كده ويسترجل شويه. اتلمي يا شهد، اخوكي راجل غصب عن عينك. الراجل بجد بيشيل المسؤوليه، ولا عايزاني انا بس اللي اشيل المسؤوليه؟ ولا مسؤوليه في بيت ولا في شغل ولا مدرسه، وكل ده بسببك. انت مش شايفه غير وليد بيه عايز ايه نعمله له، اما انا عايزه ايه طز. انا عمري ما فرقت ما بينكم، انت بس اللي طالعه قلت الاصل زي ابوكي، مهما الواحده تعمل ما بيعجبش. لو سمحتي ما تغلطيش في بابا، كفايه ان انت فضلتي تضايقيه بغيرتك لحد ما بقاش يجي هنا اصلا، واديكي مكمله اهو لحد ما يبقى ابونا بالاسم بس عشان تستريحي. انا يا شهد؟ ايوه انت. انا خلاص مش قادره استحمل، انا مش هستنى لحد ما تقطعي كل علاقتنا بيه عشان خاطر سي وليد بتاعك ده. انا هروح اقعد عند بابا. طب وعزة وجلالة الله لو رجلك عتبت هناك لا اكسرها لك، وهنشوف بقى مين اللي هتمشي كلامها على التانية. وازاي تستنى كل ده وما تقوليش من الاول؟ هو انا بقول لك حصل من شهر، ده من يومين. برضه كان لازم تحطني في الصوره يا معتصم. ما انا بحطك في الصوره اهو يا ساره. الله، وبعدين كنت هتعملي ايه يعني لو كنت عرفت ساعتها؟ كنت هتيجي؟ طيب والسايكاتريست قالت لك ايه بالظبط؟ ما فهمتش منها حاجه. هي اللي قالته انه تقريبا كان قاصد انه يتمسك علشان يجذب اهتمامنا، حاجه زي كده. طب ما ده معناه ان مصطفى حاسس بقله اهتمام فعشان كده بيطلبه. يا سلام، يعني مجرد كلمتين حولتيهم انت الاتهام ضد انا وبسمه ان احنا مقصرين في حق مصطفى. طب ايه رايك بقى ان الدكتوره قالت ان اللي حصل ده ما حصلش الا من بعد اخر زياره ليكي؟ انا ما كنتش اقصد اتهم حد على فكره، انت اللي فهمت كلامي على طريقتك عشان ترمي الذنب عليا كالعاده. يا ستي انا ما برميش ذنب على حد ولا حاجه. انا اصلا مش عارف الذنب ذنب مين، ولا اصلا في ذنب ولا لا. لا في يا معتصم، احنا غلطنا لما اتبنينا مصطفى، واحنا ما نفكرش غير في نفسنا وبس، لا فكرنا بقى ايه حقوقه علينا او احنا قد المسؤوليه دي ولا لا. ساره بلاش افوره، احنا كنا عيال صغيره وبنعمل اكتر من كده وكبرنا وبقينا زي الفل. لو سمحت ممكن تديني مصطفى اكلمه؟ حاضر. ايه ده، انت لسه صاحي اهو؟ ماما عايزه اتكلمك. الو. ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي. وانتي كمان. قولي بقى عايزني اجيب لك ايه معايا من دبي وانا راجعه؟ لما تبقي راجعه نبقى نشوف. لا ما هو انا خلاص هنزل اول الشهر الجاي، فانت لازم تقولي بسرعه انت عاوز ايه. ليه؟ عشان الحق اجيبه لك
معايا وانا جايه؟ ليه جاي بدري؟ عشان انت وحشني ونفسي اشوفك. هو ده مش كفايه؟ اوكي. هو كان نفسه في موبايل جيم كنترولر، صح يا ساسا؟ اوكي. خلاص هشوف الموديل وابعته لك، ولو عجبه هجيبه على طول. شكرا. العفو يا حبيبي. ولو عايز اي حاجه تانية قولي على طول، كل اللي نفسك فيه. لا كده كفايه. ماشي، تصبح على خير يا مصطفى. ماشي يا ساره، هكلمك تاني انا. ماشي، مع السلامه. احنا مش هنخلص من موال الطلاق ده ولا ايه؟ فضيها فضيها واتحملت اللي مفيش واحده تقدر تتحمله. خلاص جابت اخرها. وبعدين دلوقتي كمان جاي تلوي دراعها بمواضيع المصاريف. فيها يا راجل. تعصي عليها شهد وعايز تاخدها عند مراتك التانية، انت عايزها تعمل ايه بعد كل ده؟ لا يا مسعد، انا ما قصيتش عليها شهد. اختك هي اللي مش عارفه تمشي كلامها على البيت، كل شويه زعيق وخناق لحد ما طهقت البت في عيشتها. عايز نعمل ايه؟ اطردها من بيت ابوها؟ وفاء بقالها سنين بطولها في البيت وانت مش سائل. ام واب في نفس الوقت. انت عايزها تعمل ايه يعني؟ بعد كل ده جاي تقول لها ما عرفتيش تربي؟ ده دي الحاجه الوحيده اللي هي حاسه انها عملتها في حياتها. لا وما شاء الله، اديك شايف النتيجه، مش عارفه تحكم العيال. والنتيجه دي تتحملها هي لوحدها يعني؟ مفيش حل غير الطلاق. خلي بالك يا مسعد، اختك عايزه تهد اخر حاجه بينا. اللي بينكم اتهد من زمان يا راجل. خلاص يا مسعد، مصاريف البيت هتفضل زي ما هي، بس البت انا مش هينفع اطردها من البيت. لكن ممكن افهمها كده بالمحسوس ان هي لازم ترجع تعيش مع امها. بس وليد موضوعه خلصان، الواد هيسافر يعني هيسافر. يروح يشد حيله هناك ويبقى راجل مظبوط ويعرف يجيب الجنيه. ساعتها لما يرجع يبقى يشوف يبقى عايز يعمل ايه. يشتغل بقى يكمل تعليمه براحته، اهم حاجه يبعد عن ولاد الحرام اللي هو ماشي معاهم هنا دول. وعقلها عقلها يعني، ده انت اخوها الكبير. لا شيلي موضوع الطلاق ده من دماغك خالص. انا بعتك تطلقني مش تحل مشاكلي معايا. تحلينا انت يا وفاء. الراجل قال هيرجع شهادتي تاني، عايزاه يعمل ايه يعني؟ يجيبها من شعرها؟ المصروف هيفضل زي ما هو، مش هينقص مليم. ولو على وليد انا هحاول معاه تاني. هحاول. خلي امك تحاول برضه، تمام كده؟ وانت فاكرني عايزه اتطلق علشان وليد يقعد ولا شهد ترجع؟ ولا عشان القرشين اللي بيرمهم لنا كل اول شهر؟ انت عايزه ايه بس يا وفاء؟ عايزه اتطلق. واللي مش هتساعدني في الحوار ده انا هروح لمنعم، او اجيب خالك عزوز بقى من البلد هو اللي يقف في ظهري. هو في ايه يا وفاء؟ انت ما عملتيش كل ده لما الراجل اتجوز عليكي. اه كنت بضحك على نفسي عشان اصدقه. قال لي ان هو بيحبني انا، وانه هيتجوزها علشان خاطر القرشين اللي معاها، وهي اصلا معهاش. بالعكس هي اللي بتاخد منه. وانا قلت لك انه مش عايزني وانه بيغيب عندها بالاسابيع. قلت لي بس عشان انتي بتنكدي عليه. اهو واحده واحده وقطع رجلي من هنا خالص. انا خلاص بالنسبه له بقيت موجوده، زي العفش ولا ترابيزه في المحل اللي عنده ده. هو مش باقي عليا كزوجه ولا عايزني. انا ليه بقى اعوزه؟ معلش معلش يا وفاء. بس برضه موضوع الطلاق ده مش هينفع دلوقتي، مش عشانك ولا عشانه، بس عشان شهد ووليد. ده دول هم تاني بقى. تعرف ان انا ما بقتش احس اني امهم، بقيت احس ان انا الخدامه اللي ابوهم شاريها عشان تخدمهم. بس حتى الخدامه لما بتعمل اللي عليها بتنول كلمه شكر، نظره ود. انت هتساعدني في الحوار ده ولا اشوف حد تاني يساعدني؟ يعني انت شايفه ان هو ده العدل يا ليلى؟ الحقيقه لا، العدل ان كل حاجه ترجع زي ما كانت. بس تقدر تقول كده ان ده اقرب حاجه للعدل. وانت يا فاطمه؟
مش عارفه يا معتصم. كل اللي انا عارفاه ان القرار اللي بابا عايز ياخده ده في ظلم لينا ولولادنا. ابوك عمره ما هيظلمكم، وانتوا الاتنين عارفين كده كويس. بس احنا حاسين بالظلم. وانا مش هتكلم عن فاطمه، حتى انا هتكلم عن نفسي. انا عمري ما هسامح بابا لو عمل كده. ممكن بقى على الاقل توصل له الرساله؟ حاضر اوصلها له، بس انتوا الاتنين لازم تبقوا عارفين كويس قوي ان انا بقى اللي مش موافق. ليه بقى؟ لان ده فيه ظلم ليا انا. الحاج ما حرمكوش من المطبعه نهائي. انتوا هتاخدوا نصيبكم فيها من الارباح كل سنه لحد ما تستوفوها. لكن انا، انتوا كده بتحرموني من الاصول ومن السيوله. خلاص، مش عايزين نصيبنا من الارباح. سهله اهي. لا، ده مش حل برضه، لان قيمه الاصول ما بتبقاش سيوله وبس. جالك كلامي عشان ما تجيش بس تاني تقولي لي ان معتصم معانا وان كل اللي بيحصل ده تفكير بابا منه لنفسه كده. دي تاني مره يا ليلى تهينيني، خدي بالك. المره اللي فاتت سكت، المره دي مش هسكت. انت اختي الصغيره وهتفضلي طول عمرك اختي. عشان كده ارجوكي عشان خاطري، الكلام اللي بيحشيه جوزك في دماغك ده فكري فيه شويه، اعقليه قبل ما ترميه في وش الناس كده. انا اللي جوزي بيحشي دماغي كلام، ولا انت اللي من ساعه ما اتجوزت السنيوره بتاعتك وانت لا باقي على اخوات ولا عيله؟ ليلى، لا 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 لا، دي اتجننت رسمي. انت كانك ما تعرفينيش خالص. ماشي يا معتصم، انا فعلا اتجننت. شكرا يا اخويا. يا بنتي اهدي، طب اقعدي نتكلم زي البني ادمين. احنا اتكلمنا فعلا عشان نوصل لحل وسط، بس واضح كده ان مفيش فايده، وعايز يمشي ورا اللي قراره هو ومراته. انت يا بنتي معلش يا معتصم، انت عارف ليلى مدب. والله العظيم يا فاطمه وحياة ولادي انا ما راضي عن الكلام اللي قاله الحاج ده خالص. اللي خايف منه الحاج ده حاجه انا اقدر عليها عادي جدا. سواء جوزك ولا جوزها يعني هيعملوا لي ايه؟ مش هيعرفوا يعملوا لي حاجه. وانت كمان لازم تفهمي ابوك عمل كده ليه وتعذريه. اللي عملوا الاتنين دول خلوه خايف على كل حاجه بناها في حياته. وبحياتك انت يا فاطمه والله انا بقالي فتره بدور على حل بديل عشان اقدمه له، بس مش لاقي. الحل جالك لحد عندك. يبان ان الاصول اللي اتقسمت عليا انا وليلى فيها ظلم ليك، بس لو فكرت فيها ثانيه هتلاقي ان المطبعه هي اللي عملت الاصول دي وتعمل غيرها. حاضر يا حبيبتي حاضر. انا هقول لبابا على اللي انت قلت لي عليه ده، واوعدك اني هكون محايد في الكلام. ربنا يقدم اللي فيه الخير. انا اهم حاجه عندي بس ما يبقاش في بيني وبينكم انتوا بالذات اي حساسيات. بالنسبه لي انا مقدره وفاهمه، وبالنسبه لليلى انا هكلمها وافهمها وهديها وهخليها تكلمك وتعتذر لك كمان. تعالي يا وفاء. ايه يا ماما، عامله لي كمين ولا ايه؟ ولا كمين ولا حاجة. انتي ما بترديش على جوزك ومش عايزة تفتحي الموضوع مع حد فينا، واحنا لازم نتكلم. بص يا بنت الاصول، انا جاي اهو قدام امك ومديت ايدي بالصلح. احنا عشره وفاء، وانا الشهاده لله مش هين عليا طوعك في اللي انت عايزاه ده. احنا اللي بينا كبير، مش هينفع يتهد في ساعه زعل وهتروح لحالها. مش ساعه، دول سنين. معلش، كل عيشه فيها كده وفيها كده. ويا ست قوم ابوس راسك اهو قدام. لا لا، اقعد. ماشي. طب عشان راجل بفهم في الاصول، هما كلمتين قدام امك اللي ربنا يعلم غلاوتها عندي. كان غلاوتها في غلاوه المرحومه امي واكتر شويه كمان. من هنا ورايح الاسبوع هيتقسم نصين، نص عندك والتاني عندها. الكلام اللي اتفقت فيه مع اخوك سيف على رقبتي، وكل طلباتك مجابه الا في موضوع سفر الواد. اوعى تكون فاكر اني بطلع عشان عايزاك نص الاسبوع والنص التاني هي. ده انت تبقى عبيط. انا بطلع عشان مش عايزاك. انا بطلع عشان اصلح غلطه عملتها من 8 سنين بس. تمام، زي ما بتقول ملحوقه.
الحاجات ما بتجيش كده يا وفاء. خراب البيوت مش بالسهل يا بنتي، والراجل جاي بيقول لك طلباتك ايه، وطلباتك كلها مجابه. طلباتي؟ طلباتي اللي هي ايه بالنسبه لك؟ فلوس زي المره اللي فاتت؟ حاجه كده تصون كرامتي وتعوض عليا عمري اللي راح واللي جاي؟ ماشي، بس ما افتكرش ان يدفع زي زمان، اصل كبرت وظهري اتقطم من خدمه ولاده. بلاش الكلام اللي يزعل ده وفاء. انا جاي لك لحد عندك وبقول لك طلباتك كلها مجابه، ويا ستي لو على الفلوس اقسم. لا ما تخافش، مش فلوس. انا ماليش غير طلب واحد وقلته خلاص. طب وزي قلت لك ان انا باقي عليكي زي الاول واكتر شويه. هقول لك كداب في اصل وشك، وطلقني يا راغب عشان ما اغلطش فيك ولا تغلط فيا اكتر من كده. خليكي شاهده يا حاج، انا جاي وكل اللي طالبه اننا نعيش ونكمل حياتنا مع بعض. عارفه انت حته مني، العيشه من غيرك اكنك قطعت حته باللحم. ماشي، انا هحدد ميعاد مع اخواتك وهنشوف مأذون، وهبقى اخليهم يبلغوكي. السلام عليكم. اسمك ايه يا حاجة؟ عبلة سليمان أبو النجا. عندك كام سنة؟ 64 سنة. بتشتغلي يا حاجة؟ أو كنت بتشتغلي قبل كده؟ أنا طول عمري ست بيت. طيب أنت مقدمة دعوة لضم وإسقاط ضد بسمة محمود عبد الدايم عشان تضمي حضانة حفيدتك ليكي، مظبوط؟ أيوة يا بيه، أنا عايزة أضم حضانة ريم بنت مسعد ابني. بتشتكي من أي أمراض يا حاجة عبلة؟ لا يا بيه، أنا صحتي زي الفل. بس أنا قدامي تقرير بيقول إنك من 4 سنين تقريبا عملتي عملية دعامة في القلب. أيوة يا بيه مظبوط، بس أنا دلوقتي صحتي بوم، ده أنا كمان أحسن من الأول، وبروح للدكتور وباخد الدواء في ميعاده وباكل صح وبشرب صح. يعني يا حاجة عبلة انت تقدري تقومي برعاية حفيدتك رعاية كاملة؟ ايوه يا بيه اقدر، ده انا مربيه ولادي ال3 تربيه الناس كلهم بيحلفوا بادبهم وتربيتهم، ومنعم ابني عنده بنتين اسم الله كده، وانا برضك اللي مربياهم، وطول النهار يا تيتا يا تيتا، ما بيقولوش يا ماما، وعلى قلبي زي العسل. انت متعلمة يا حاجة عبلة؟ معايا 6 ابتدائي وبعرف اقرا واكتب. طب يا حاجة عبلة، لو اتحكم لك في الدعوة دي بحضانة البنت هتعيش معاكي في بيتك، بيتك ينفع يعني يتعاش فيه؟ ايوه يا بيه، انا بيتي كبير، 3 مطارح واسعين وصاله ومطبخ وكابانيه. طب يا حاجة عبلة اتفضلي امضي هنا عند الاستاذ. حاضر. خير ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ليك اي طلبات يا استاذ؟ بعد اذن سيادتك يا ريس، انا حاضر معايا اخت المدعى عليها نهى محمود عبد الدايم، عايزه تضم حضانه الطفله، هي موجوده بره لو سيادتك تسمح تنظرها. مفيش اي مانع،
خليها تتفضل. انسه نهى اتفضلي. نسوان قادرة. انت بتشتغلي ايه؟ مدربة ألعاب قوة في نادي رياضي. شايفه انك اهل لحضانه ريم مسعد بنت اختك؟ مسعد طلع.